قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وانزل اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. اعرف ونيجي دلوقتي في الكومنتات اللي تتفرجوا على الفيديو عشان نعرف مع بعض مين الدولة المسيطرة، ويلا بينا مش هطول عليك. ده هو بيرل، مبارز محترف عايش في احدى القرى الريفيه، كل حلمه انه يبقى معلم كبير ويطلع من تحته مبارزين اقوياء، مبارزين بجد يحموا البشريه. بياخد كل اطفال القريه يعلمهم المبارزه بالسيف في صاله بيتهم او في الجنينه. بس ابوه ما كانش عاجبه حال ابنه، نفسه ابنه يتجوز ويشيل اطفاله والمسؤوليه والكلام اللي احنا عارفينه ده. في مره وهم قاعدين على العشب وبيقعد ينصحوا بالجواز، وانه نفسه يشوف احفاده قبل ما يموت. ده خلاص كبر في السن وبقى بينه وبين القبر خطوه. بيرل ولا هو هنا وما بيبقاش مقتنع بكلام ابوه بيطلب من امه ان هي كمان تزن على دماغه، وهم زي ما بيقولوا يا صاحب الزن على الودان اقوى من السحر. بس امه ما كانش فارق معاها الحوار، بتقول له ما بكره يتجوز ويجيب اطفال ونشيلهم ونفرح بيهم. اتفائل شويه يا عم الحاج. بيقطع كلامهم بقى حد بيخبط. بيرل بيقوم يفتح وبيلاقي واحده بتقول له ما شفتكش من زمان يا معلم. بيرل كان ملاك كده ومش عارف مين دي وبتكلمه بعشم كده ليه. قالت له انا لوشيا، انت نسيتني ولا ايه؟ بتدخل البيت وهم قاعدين بيشربوا الشاي. بتقول له ما اتغيرتش عن زمان. ابو بيقول لها بس انت اتغيرت وكبرت ودورتي وحلويتي كده، وسمعت كمان ان انت اترقيتي وبقيتي قائدة النظام. الف الف مبروك على المنصب. بتقول له مش بس كده، ده انا بقى ليا دورات في المبارزة كمان. الحاج بيقول له شفت بقى كل ده بفضل تدريباتك يا عم بيرل. الواد بيقول له لما انت حققتي كل ده جايه ليه؟ قالت له ما انا رشحتك تبقى معلم المبارزة في المدينة. بيرل بيقول لها المدينة؟ قالت له ما عادش ينفع اللاج ده، ركز معايا كده انا جايبه لك معايا العقد. ابوه بيقول له ما قدامكش حل تاني يا ابني، انا سمعت انك لما وافقتش على العقد ده هيموتوك. لوشيا بتقول له مش للدرجه دي، بس يعني هيقابل مشاكل كتير ومش بعيد يقفلوا له صاله التدريب بتاعته دي. الراجل بيقول لها لا كله الا الصاله بتاعته، ده كده المشاكل هتعود عليا انا. بص يا ابني روح المدينه وهو تدور على زوجه هناك، ايه رايك في البنت اللي قدامك دي؟ بيرلي بيتكسف كده وبيقول له بتقول ايه بس يا حاج؟ انت مش شايف فرق السن اللي بينا؟ لوشيا بتقول في نفسها فرق سن ايه وكلام ايه؟ ما انت لسه شباب وزي الفل اهو. صاحبنا بيقول لها انت بتقولي حاجه؟ قالت له لا خالص، بقول لك ايه العربيه اللي هتاخدنا المدينه جاهزه بره، يلا بينا دلوقتي نتحرك. وهما في الطريق بقى بيرلي بيقعد يفتكر لوشيا لما كانت لسه صغيره، بيلاقي معاها كمان السيف اللي اداهولها زمان. بيقول لها انت لسه محتفظه بيه؟ ده اكيد ما عادش مناسب مع منصبك الجديد. لوشيا بتقول له ازاي بقى؟ طبعا السيف هيفضل طول عمره مناسب، ده كفايه ان انا واخداه من المعلم بتاعي، واللي كمان هيبقى معلم مبارزين المدينه كلهم. بيرلي بيقول لها ايه؟ مين اللي انت بتتكلمي عليه ده؟ لوشيا بتقول له انت طبعا. بيرلي بيبقى منبهر بكل حاجه فيها. لوشيا بتوديه فندق يبات فيه والصبح بتاخده على مبنى نظام، بتقدمه قدام كل الطلبه اللي موجوده وبتقعد تمدح فيه. بتقول كلام كبير قوي لدرجه ان بيرلي نفسه مش مصدق، بيدخل يقول كلمته وهو متوتر وخايف. بيقول لهم والله ما عادش عندي حاجه اقولها. لوشيا قامت بالواجب وزياده الصراحه، اتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم واكون مفيد لكم. كلامه ده بيخلي الطلبه يقلقوا على نفسهم جدا. فيهم واحد كده بيبقى متعصب وعلى اخره. بيخلص التقديم وبتعرفوا لوشيا ان هو محتاج يدرب الطلبه دي 3 أو 4 حصص في الشهر بس، فده هيكون كويس انه ما يقفلش الصاله بتاعته في البلد. بتدخل عليهم كورني ودي كمان واحده من تلاميذه، بترحب بيه وبتبقى مبسوطه انها تكمل تدريبها معاه. بيرلي بيبقى مبسوط بيها هي كمان لانها بقت فارسه في النظام. لوشيا بتقول له ما تقلقش من اي حاجه، هنا النص اللي موجود هنا كانوا تلاميذك زمان، فهتلاقيهم دايما في ظهرك، انت بس جهز نفسك كده للفتره الجايه. على طول بيرلي بيرجع البلد علشان يعرف ابوه وامه بشغله الجديد. اول ما بيفتح الباب بيلاقي ابوه جاب راندر ومراته وابنه. بيرلي بيرحب بيهم فبيقول لابوه ايه اللي جابك يا غالي؟ انا جبت راندر علشان يمسك الصاله مكانك، انا عايزك انت تنجوي كده في العاصمه، اتمنى المره الجايه وانت داخل عليا يبقى معاك مراتك وابنك. بيرلي بيقعد مع راندر وبيقول له انت مش كنت عايز تبقى مغامر؟ راندر بيقول له كان نفسي، بس زي ما انت شايف كده في زوجه وطفل عايزين اللي ياخد باله منهم ويصرف عليهم، والمغامره بقت خطر يا صاحبي. بيرلي بيقول في نفسه يبقى ابويا اللي اقنعه يقعد هنا. تاني يوم بيرلي بيروح المدينه وبيدور على بيت لوشيا. بتقول له ما الفندق كويس؟ قال لها لا غالي قوي عليا. قالت له لو تسمع الكلام وتيجي تقعد معايا في البيت. بيرلي بيقول لها نعم. قالت له لا لا ولا حاجه، انا بهزر معاك يعني، هندور لك على بيت كويس وبسعر معقول. بس وهم ماشيين في شوارع المدينه بيسمعوا اصوات بتقول ازاي تبقى القائده بتاعه النظام وتجيب واحد عجوز كده ما يعرفش حاجه عنه وكمان تخليه معلم النظام. ومن هنا بقى يا صاحبي تطلع لنا سورينا بتتخانق مع لوشيا وبتزعق لها، بس اول ما بتشوف بيرلي بتقول له ايه ده؟ انت مش فاكرني يا عم الحاج ولا ايه؟ انا سورينا اللي كنت بتدرب معاك من 20 سنه. بيرلي على طول بيفتكرها يوم ما خدها من على الشط وهي تعبانه ومغمى عليها وقعدها في بيته وعالجها واهتم بيها وكمان علمها المبارزه. بتقول له بقالي فتره كبيره عايز اشوفك واحكي لك على النجاح اللي انا وصلت له، بس للاسف ما عرفتش. بيرلي بيقول لها
مش مشكله، الانسان كل ما بيكبر كل ما انشغالاته بتزيد. قالت له طب انت ايه اللي ماشيك مع امثالها دي؟ لوشيا بتقول لها انا بدور له على بيت. سورينا بتقول له بس كده؟ ده انت تؤمر. بتاخده على بيت قريب منهم وبتقول له ان شاء الله يكون كويس. بيرل بيقول لها هو كويس بس انتوا ما تتخانقوش تاني. قالت له ماله اطير انا بقى. بيرل بيخلص الليله وتاني يوم بيروح مبنى النظام. لوشيا بتعرف كل اللي موجودين ان هم يبداوا تدريب من النهارده. بيطلع لها الواد اللي كان متعصب في التقديم، وده بقى يبقى هنبلت. بيقول لها انت جايبان هن ده واحد ما نعرفش عنه حاجه ولا عن قوته، وكمان بتقول لنا ان هو هيدربنا. بيرل بيقول لها مين ده؟ قالت له ده النائب بتاعي، بس يعني هو دايما كده. هنبلت بيقول له انا مش قصدي اقلل منك يا غالي، بس على الاقل تواجهني علشان تثبت للكل انت قد ايه جامد. بيدخل الساحه كده وبيرل بيبقى متوتر شويه. هنبلت بيقول له القائده بتحبك جامد لدرجه انها عايزه تشغلك في منصب كويس، بس احيانا العاطفه بتكون غلط. بيرل بيسمع الكلام ده بقى وبيبقى عايز يعمل حاجه علشان يثبت نفسه، وكمان ما يصغرش القائد او التلميذه بتاعته يعني بمعنى اصح. المواجهه بتبدا وهنبلت بيبقى كويس جدا وضرباته سريعه. بيرل بقى كل اللي عليه ان هو يصد الضربات مش اكتر، لغايه ما هنبلت بيستفزه. بيبقى عايز يخلص عليه فبيرل بحركه سريعه منه بيتفادى الضربه وبيقف وراه بايده بيخلص عليه، لكنه ما بيعملش حاجه وسط ذهول من هنبلت. لوشيا بتقول له انت اتاكدت كده من قوته؟ هنبلت بيعترف بالهزيمه وبيقول له انا اسف ان انا شككت فيك، انا مبسوط ان انت هتبقى المعلم بتاعي، وكمان علشان اعتذر لكم اكتر انا عازمكم كلكم على العشاء. بياخدهم وبيطلعوا على المطعم وبياكلوا وبيشربوا والليله بتبقى اخر حلاوه. حتى في البلد ابوه بيبقى قاعد مع راندر، كان مبسوط على الاخر ان ابنه خلاص هيشوف النور والدنيا كلها هتعرف مدى قوته. بيرل بقى بيبدا يتاقلم مع حياته الجديده في المدينه، وكمان بدا يدي للطلبه نصايح ويعلمهم المهارات بتاعته، وده كان دايما مخليهم شغوفين بيه وبكلامه، لدرجه انه مش قادر يستوعب انه قوي جدا وبيعلمهم حاجات مهمه علشان هما دايما بيركزوا معاه ومع كلامه. وفي مره وهو قاعد مع هنبلت بعد التمرين بتجيله كورني بتعرض عليه انها تفرجوا على المدينه. بيرل لسه هيرفض فهنبلت بيقول له في اماكن سياحيه كتير تقدر تزورها وكمان تستمتع بالاجواء هناك. على طول بيرل بيوافق يخرج معاها. البنت بتفرح وبتطير تغير هدومها. في الوقت ده بتبقى لوشيا قاعده مع مسؤولين الدوله بيشكروها على المعلم اللي هي جابته، لانه بالنسبه لهم كان فوق مستوى الشبهات. كمان هيطور لهم الفرسان ويعلمهم اكتر عن المبارزه. لوشيا بتطلع من عندهم وهي كل تفكيرها انها عايزه تتطور زي الفرسان، بس ازاي دي عمرها ما هتدخل التدريب طول ما هي قائده. ومن هنا بتسترجع ذكرياتها في الماضي، يوم ما ابوها وامها اتنقلوا لقريه بيرل، وكمان سمعوا عن صاله التدريب بتاعته. على طول خدوا بنتهم وراحوا يقدموا لها فيها. بيرل من اول ما شافها هو بيعاملها كويس وحنين عليها، مهتم بكل صغيره وكبيره في التدريب بتاعها. وفي يوم بياخدها هي وباقي الشباب اللي بيتدربوا معاها بيروحوا علشان يواجهوا مدرسه تدريب تانية. المدرسه التانية كانت بتستخدم اساليب تانية في المبارزه، ده غير الاساليب اللي كان بيرل بيعلمها لهم علشان يستفادوا اكتر يعني وكده. لكن المواجهه دي كانت نتيجتها ثابته، وهي فوز كل الشباب اللي بيتدربوا تحت ايد بيرل. ده حتى بيرل نفسه كسب المدرب بتاع العيال التانية. فوهم مروحين كده لوشيا بتقول له تفتكر مواجهه المدرسه دي كانت مفيده؟ بيرل بيقول لها مفيش حاجه في الدنيا مش مفيده، بس على حسب انت عايزه تستفادي ولا لا. بتقول له بس ده احنا كلنا كسبناهم، يعني ما عملوش حركه واحده نتعلمها منهم. بيرل بيقول لها بس خدنا تجربه المواجهه، يعني ما عادتش هتبقى صعبه علينا تاني. هنا بقى لوشيا بتحط ايديها على ودنها ما بتلاقيش الحلق. بتطلب بقى من بيرل انها ترجع الصاله اللي كانوا فيها علشان شكلها نسيت حاجه هناك. اول ما بترجع بتلاقي العيال اللي كانوا بيواجهوهم مقابلينها بيرخموا عليها ومتضايقين ان هم خسروا قدام بنت. واحد منهم ماسك الحلق وبيرميه بعيد، بيرفع السيف بتاعه ولسه هينزله على دماغها على طول بيرل بيصد الهجمه. بينزل في العيال دعك حرفيا. مدرب العيال بيسمع صوت في الصاله فبيروح لهم جري، بيلاقي تلاميذه بتتعارك مع بيرل. على طول بقى بيأمرهم يوقفوا اللي هم بيعملوه ده. بيعتذر لبيرل على اللي تلاميذه عملوه. بياخد بيرل لوشيا وبيمشوا. لوشيا بتعتذر له انها حطته في موقف محرج زي ده، لكن هو كان متواضع زياده. بيقول لها دي غلطتي ان انا سبتك تروحي لوحدك اصلا. من هنا بقى لوشيا بتبدا في العياط من حنانه، ومن يومها بقى قربت منه جامد وتعلمت منه اكتر، لحد ما جه يوم الوداع، يوم ما كانت هتروح للمدينه. بيرل بيديها سيف القوه وبيقول لها ربنا معاكي في اللي جاي يا بنتي. لوشيا بتحاول تقنعه انها تفضل معاه، لكنه بيقول لها خلاص كده ما عادش حاجه جديده تتعلميها. على طول بتقبل القرار بتاعه وبتروح للمدينه. ومن اول يوم لها في النظام وهي مقرره قرار واحد، انها تثبت للعالم كله ان معلمها اقوى واحد في استخدام السيف، وناويه انها في يوم من الايام تجيبه معاها هنا. لازم كل الطلاب يستفادوا منه زي ما هي استفادت منه زمان. بترجع للحاضر بقى وبتروح تسال هنبلت عن بيرل. هنبلت بيقول لها ان كورني خدته جوله في المدينه اتفرجوا على المعالم بتاعتها. بنروح لهم بقى احنا وبنلاقي كورني واكله دماغ بيرل عماله تحكي له عن كل حاجه في البلد. بيرل بيقول لها يا بنت اصبري شويه سيبيني استمتع، انا واحد جاي من الريف، يعني انا فلاح اول مره اشوف الحاجات دي. بيقطع كلامهم ده ادخل فسيل عليهم. كورني بترحب بيها بس بيرل ما بيبقاش عارفها. فسيل بتقول له والله عيب انت كده زعلتني جامد. بيرل بيقول لها معلش مش واخد بالي. بتوريه السيف بتاعها وبتقول له انت ما بتشبهش عليه. بيرل بيقول لها مش معقول
انت اتغيرتي عن زمان، بقالك 5 سنين محدش سمع عنك حاجه. كورني بتقول له ايوه فيسيل دلوقتي بقت من فريق فايلق السحري. بيرل بيبقى حزين انها سابت المبارزه واتجهت للسحر، بس ما دام شاطره فيه فهو مبسوط لها يعني. في الوقت ده بتحصل سرقه في المكان اللي هم فيه. فيسيل على طول بتطلع السيف بتاعها وبتستخدم سحرها وبتربط رجل الحرامي. بيرل بيبقى مبهور بيها جامد. فيسيل بتقول له بفضل تدريباتك بقيت استخدم السيف في السحر، وده مديني افضليه في الفريق بتاعي. بيرل بيبقى فخور بيها وبيشكرها على شطارتها دي. فيسيل بتقول له لا ده انا اللي المفروض اشكرك. بعدها بيروح يريح شويه في البيت، والفجر كده بيطلع يتمشى في المدينه. بيبقى مبسوط ان الشوارع فاضيه وفيها نسمه هوا، لغايه ما بتوقف واحده كده باين عليها طفله. بيرل بيقول لها في حاجه يا بنتي، وبعدين انت مش خايفه وانت بتتمشي لوحدك كده؟ البنت بتعرفه على نفسها وان اسمها لوسي، ودي بقى تبقى القائده بتاعت فريق فيلق السحر. بيرل بيقول لها انت في الفريق يعني زي فسيل وكده، بس فرق السحر عندكم بتضم اطفال عادي. لوسي بتتعصب كده وبتطلع له نار من صوابعها. بتقول له ما تضايقنيش يا عم انت، ايه رايك نتمشى سوا وانت ساكت؟ وهو احسن يعني ما تتمشى لوحدك. بيتمشوا كده فبتقول له فسيل حكت لي عنك كتير وقد ايه انت جامد. بيرل بيقول لها مش جامد ولا حاجه، دي اكيد مبالغه منها يعني. بتقول له مبالغه منها ازاي؟ دي بتعمل حركات بصفه ما حدش بيعرف يعملها. بيرل بيقول لها ايوه هي موهوبه وبتتطور بسرعه. لوسي بتقول له شفت بقى انك جامد؟ بتفضل تتمشى معاه لغايه ما بتاخده المكان واسع كده زي ساحه. بتقول له ما فيش انسب من المكان ده. بيرل ما بيبقاش فاهم حاجه فبتقول له زي ما انت عارف كده الساحر لازم يختبر التطور بتاعه من وقت للتاني، وانا بصراحه ما لقيتش اقوى منك اختبر التطور بتاعي عليه. على طول بتحاول تضربه بالنار. رد الفعل بتاع بيرل كان سريع جدا، اتفادى الضربه بس مش مصدق انها بتتكلم جد وما بتهزرش. لوسي بتقول له عاش، ما كنتش متوقعها منك كده، بس بما انك طلعت جامد قابل بقى. بتفضل تحدف فيه كرات نار ورا بعضها. بيرل بيحاول بكل الطرق ان هو يصد الضربات دي. لوسي بتزهق منه وبتحدفه كرات تلج. بيرل بيقول لها انت ايه ارحمي امي بقى. لوسي بتقول انت ما قابلت الساحره قبل كده ولا ايه؟ بيقول لها ولا عمرها حصلت، اللي هيخلي مبارز يواجه ساحره اصلا. لوسي بتقول له حلو ده خد بقى. بتزود كرات النار بتاعتها. بيرل بيقول في نفسه انه لازم يضربها من قريب ويخلص من المواجهه دي، لكنه اول ما بيقرب منها بتصعقه. بيقول لها ده السحر ده له مميزات كتير ما كنتش اعرفها. على طول بقى بتنزل عليه كره جليديه ضخمه كده، لكنه بيصدها وبيحدفها فيها كمان. لوسي بتصد الضربه وبتقول له ما كنتش عايز اوصل للمرحله دي، بس مش مشكله نوصل لها. بتفعل قوتها الكامله ولسه هتوجهها ناحيته. بتسيطر على نفسها كده في اخر لحظه وبتلغي التعويذه على طول. بيقول لها وانا كنت هموت. قالت له ما افتكرش كنت هتعيش لان ما حدش عاش قبل كده بعد التعويذه دي، بس انت اللي وصلتني لكده. قال لها طب الحمد لله ان انت وقفتيها. عموما يعني انا مبسوط ان انت اختبرت التطور بتاعك ومبسوطه بيه. قالت له انا فعلا مبسوطه علشان انت ما اتاذيتش وعلشان كمان ما اتضايقتش من السحر. بيرل بيقول لها بصراحه هو يضايق بس انا يعني تمام مفيش مشكله. لوسي بتقول له حلو ده علشان لما اتعلم مهارات جديده اجي اجربها عليك. ابقى تعالى معهد السحر بقى نشرب شاي سوا، وكمان علشان اعتذر لك على اللي عملته فيك ده. تاني يوم بيروح مبنى النظام وهناك بتقابله فسيل. بتعتذر له عن الاذى اللي هي سببته له لانها هي اللي حكت للوسي عليه. علشان كده لوسي قررت انها تواجهه، وكمان لوسي كانت بتعتذر له وبعت له معاها مشروب سحر علشان يسامحها. بتدخل عليهم بقى لوشي وبتطلب من فسيل انها تروح تكمل مهمتها. بتقول لبيرل انا عايزاك في موضوع مهم. بتاخده وبتروح لسورينا. سورينا بقى بتقول ان هم عايزينه يدرب مغامرين جداد. بيرل بيقول لهم مغامرين بس انا ما عنديش اي علم اديه للمغامرين خالص. لوشا بتقول له ازاي بقى انت مش كنت مغامر زمان؟ قال لها بس المده ما طولتش وانا ما حبيتش الموضوع. بتقول له عموما عادي النظام مش هيفرض عليك حاجه، ده قرارك اختار فيه اللي انت تحبه. بيرل بيقول لهم نقابه المغامرين قريبه من هنا. سورينا بتاخده وبيروحوا على هناك على طول، بس لما بيلاقي لوسي هناك وقاعده واخده راحتها على الاخر بيبقى متفاجئ. سورينا بتقول له انها صاحبه رئيس النقابه، وهنا بقى بيعرفوا رئيس النقابه بنفسه. بيقول له انا اسمي ندوس. بص يا ابني انا سمعت عنك كتير بالذات من سورينا، فانا واثق فيك وعارف ان انت هتقدم لنا مغامرين على اعلى مستوى. بيعرفوا ان المساعد بتاعهم ميغن هيشرح له كل حاجه بالتفصيل عن المهمه اللي هم عايزينه فيها. ميغن بقى بيقول له انا اسف يا بيرل، بس حتى لو الرئيس واثق فيك فالنقابه مش هتثق في واحد هاوي ما عندوش معلومات عن المغامرين. صاحبنا بيبقى مبسوط انه مش هياخد الشغلانه، بس سورينا هي اللي بترد. بتقول له مش واثق فيه ازاي، ده المعلم بتاعي. حتى لوسي بتاكد لميغن على قوته. ميغن بيقول لهم والله يا جدعان عندي لوائح وقوانين عليا وعلى غيري، علشان نثق فيه لازم يواجه سورينا الاول. بيرل بعد ما كان متكيف من كلام ميغن انه مش هيدخل الشغلانه ويدرب مغامرين بيتخض من المواجهه. سورينا بتقول لهم ايوه كده دلعني، والله دي فكره ممتازه وانا موافقه عليها. رئيس النقابه بيقول له انت مستعد؟ بيرل بيقول له ما دام انتوا عايزين كده يبقى توكلنا على الله. بيروحوا ساحه المواجهه وكل الناس بيبقى عندهم فضول يشوفوا بيرل هيعمل ايه مع مغامر من الدرجه السوداء. بيرل بيقول لنفسه انه ما ينفعش يخسر قدام كل الناس دي. سورينا بقى بتبقى مبسوطه على الاخر، مبسوطه علشان هتختبر قوتها وهتواجه المعلم بتاعها اللي طول عمرها بتحلم تشوف قوته من ايام ما كانت طفله. ده بقى بياخدنا نتعرف اكتر على سورينا وهي طفله. في مره كانت طالعه رحله للغابه
الغابة مع ابوها وامها، وفي نص الطريق كده طلع عليهم وحش موت ابوها. امها كانت خايفة عليها فرمتها في النهر قبل ما الوحش يطولها. البنت بيغمى عليها واول ما بتفتح عينيها بتلاقي بيرل في وشها. على طول بياخدها على بيته وبيهتم بيها وبيقدم لها الاكل والشرب والعلاج. لكن اول ما بيسألها على ابوها او امها بيجي لها حالة صرع، بتفضل ساكتة فترة كده وده بيبقى مضايق ابو بيرل. لكن امه بتقول له ان هم يصبروا عليها شوية جايز تعبانة. وفي يوم وهي في اوضتها كده بتبص من الشباك بتلاقي بيرل بيتدرب بالسيف بتاعه الخشبي. على طول بينادي عليها تطلع جربوا معايا. سورينا بتطلع وبيبدأ بيرل يعلمها كل حركات المبارزة. سورينا بتبدأ تدخل في المود وبتفتح له قلبها. بيدخلها مع الأطفال الصالة لغاية ما بيجي وقت الوداع. بيجي 2 حراس من المدينة ياخدوها علشان تدخل نقابة المغامرين. بيرل بيودعها وبيقول لها إن مستقبلها هيبقى عظيم. سورينا أخيرا بتفتح بقها وبتشكره. وهي راكبة العربية ورايحة المدينة بتبقى زعلانة وبتعيط علشان سايبة المكان اللي عاشت فيه وحبته وخلاص ماشية، لكن نفسها عزيزة عليها ومش عايزة تبقى حمل على بيرل أكتر من كده. ومن هنا قررت إنها تكون أعظم مغامرة في المدينة. نرجع بقى تاني للمواجهة بتاعتنا. القتال بيبدأ وسورينا بتبقى متحمسة جامد، بتهجم بكل قوتها وبيرل كل اللي عليه إنه يصد الضربات بتاعتها. لكن سرعة سورينا كانت جنونية جدا. بيرل مش عايز يخسر قدام كل اللي موجودين ويضيع ثقتهم فيه، لكن خلاص ما عادش قادر يستحمل أكتر من كده. بيقعد يفكر إزاي يهزمها وأخيرا بيلاقي نقطة ضعفها، بيضربها وبيوقعها على ظهرها وكل اللي موجودين بيسقفوا له. سورينا كمان بتشكره على القتال الجامد ده، بتقول له عرفت نقطة ضعفي كمان. بيرل بيقول لها كان لازم ادور بسرعة قبل ما تموتيني. سورينا بتقول له انا كمان لازم اتدرب اكتر علشان اقوي نقطة الضعف دي. لوسي بتنزل لهم ورئيس النقابة وميجن. لوسي بتقول له انت لسه بتدي نصايح لمغامرة من الرتبة السوداء، قد ايه انت متواضع يا ابني. ميجن كمان بيعتذر له وبيقول له سامحني انا اكيد عارف قوتك وكمان واثق فيك بس كان لازم المواجهة دي. سورينا بتقول له مادام كلكم تمام يبقى نبدأ رحلتنا كمغامرين. بتاخد بيرل تعرفوا على المغامرين الثلاثة اللي هيدربهم. بيبدأوا الجولة بتاعتهم الأولى في الكهف بس مفيش وحوش كتير بتقابلهم، هم مجرد 6 جبن يعني، والشباب بيخلصوا عليهم من غير مساعدة. كلهم بيبقوا مستغربين ازاي مفيش وحوش، لكن وهم طالعين من الكهف في أمان الله بيهجم عليهم وحش من وحوش الزينو، ودي يا صاحبي من أخطر الوحوش اللي موجودة في البشرية. بيضرب واحد من الشباب ضربة ترميه على الأرض. سورينا بتقول لهم مش معقول ده اللي يكون ورا قلة الوحوش في الكهف. بيرل بقى بيسحب سيفه كده وبيقول استعنا على الشاء بالله، انت معاكي علاج مش كده ولا ايه؟ بسرعة عالج المغامر ده وانا هشوف الوحش ده بيقول ايه. سورينا بتاخد المغامرين الثلاثة وبتدخل تتحمى في الكهف. بيرل بيبدأ قتاله مع الوحش. صاحبنا كان جايب كل قوته والوحش ولا بيتأثر، ضرباته كانت أسرع من إن بيرل يستحملها أصلا. ده كمان بيعور بيرل في دراعه. صاحبنا بيتضايق كده وبيستجمع كل قوته وبيضرب الوحش بيلف عليه ديله بس بيرل بيقطعهوله. هنا بقى الوحش بيتعصب جدا، بيشيل صاحبنا على المنقار وبيلف بيه في الجو علشان يموته. بيرل بيطلع على ظهره وبيحمي نفسه وده بقى بيعصب الوحش أكتر وأكتر. بينزل بيه تاني على الأرض وبيطلع نار من بقه وبيحدفها على الأرض وبيحولها كلها نار زي البراكين. النار بتوصل لسورينا والمغامرين جوه الكهف. هنا بقى المغامرة اللي معاهم بتصرخ من شدة النار. بيرل بيسمع الصرخة على طول بيشد نفسه وبيستجمع قوته وبيهجم على الوحش يمين شمال مش رحمه لغاية ما بيحط سيفه في عين الوحش، ومن قوة الوحش السيف بيتكسر في عينه وهو لسه بقوته. صاحبنا لسه هيفقد الأمل. سورينا بتجيله بتطير في الجو كده وبتنزل على دماغ الوحش بتكسر عظمه. ساعتها النار بتهدى في المكان كله. بيرل بيقول لها عاش أنقذتينا في الوقت المناسب. سورينا بتعتذر له إنها اتأخرت وخلت السيف بتاعه يتكسر كده. بيسألها عن المغامر. هنا بقى بيطلع لهم المغامرين الشباب من الكهف. سورينا بتقول له والله رجعنا زي زمان يا سيد المعلمين. بتاخده بقى وبتطلع على النقابة. هناك رئيس النقابة بيقول له معقول انتوا خلصتوا على وحش زينو؟ ميجن بيقول لهم هي دي المهمة المطلوبة ان انتوا تنفذوها على أكمل وجه. سورينا كمان بتقول له كل ده بفضل المعلم. رئيس النقابة بيقول له مدحك زاد يا عمنا، مش عارف اشكرك ازاي بصراحة. تمام مش هعرف ارد لك اي جميل من الجمايل بتاعتك دي. انا عندي ليك عرض جامد، عايزك تبقى مغامر في فريق الاسترداد. بيرل بيطلع من المكتب هو وسورينا يشوف فريق الاسترداد بيقول ايه. سورينا بتقول له والله مش عارفة ازاي حد بالقوة دي يبقى مغامر مبتدئ. شكل رئيس النقابة ده على قده في الفهم. بيرل بينه وبين نفسه بيبقى مبسوط من مدحها ليه، بس المدح الزيادة ده موتره شوية. بيقول لها كفاية مدح بقى، احنا فزنا في المعركة بسبب قوتك انتي. البنت بتتكسف ولسه وشها يحمر كده. صاحبنا بيقول لها بطلي الكسوف ده، انتي ما عدتيش طفلة زي زمان. سورينا بتتذكر ذكرياتها معاه وحنيته عليها. بتقول ساعتها ليت الزمان يعود يوما. صاحبنا بيرجع للمدينة وبتاخده كورني الحداد علشان يعمل له سيف جديد بدل اللي اتكسر. وهم في الطريق بقى بتحصلهم لوشيا اللي بتبقى متضايقة جامد من قرب البنات من حبيبها او المعلم بتاعها زي ما بتقول يعني. بيوصل عند الحداد وبيتعرف عليه بيرل على طول. ده بقى يبقى بيلدر تلميذ من اللي اتدربوا تحت ايد المعلم زمان، مع انه كان اكبر منه في السن بس كان محدد مستقبله من زمان وهو انه يفتح ورشة يصنع فيها السيوف. بيرل بيبارك له على المحل فبيلدر بيشكره. بيسألهم انتوا جايين هنا ليه؟ كورني على طول بتقول له جاي علشان اصلح السيف بتاعي. بيلدر بيقول لها بس ده ما عادش نافع. كورني بتزعل بتقول له ازاي يعني؟ بيرل بيقول لها اهدي بس، ايه رايك نختار لك
لك سيف تاني من اللي موجودين دول. فعلا بيختار لها سيف بنفسه، فبتثق في رايه وبتاخد السيف. بيبدا يختار له سيف هو بقى، بس هنا بتدخل عليهم سورينا ومعاها رجل الوحش اللي موتوه. بتقول له بص يا عم بلدر بقى، انا عايزاك تروق الرجل دي وتعمل لي منها سيف الدنيا كلها تحكي وتتحاكى بيه. بيرل بيقول لها رجل زينو ده وحش جبار، والسيف اللي هيطلع منها هيبقى دمار، قوته هتبقى خاصه مين اللي هيقدر يستخدمه. قالت له دي ابسط هديه للمعلم. كل اللي موجودين بيتصدموا من الكلام بتاعها. بيرل نفسه مش مصدق. بلدر بيقول لها بس كده من عينيا حاضر، النهارده السيف هيكون جاهز، سيف مصنوع بكل الحب. بيرل بيقول له ماله خد وقتك. بيطلع يروح مع كورني يدربها على السيف الجديد. بيقعد يفكرها بالماضي وتعليمها زمان لما كانت بتتعلم اسرع تلميذه عنده. فعلا كورني ما كدبتش خبر وتأقلمت مع السيف بسرعه. صاحبنا بيسيبها وبيروح يشرب له حاجه تروق عليه بعد اليوم الصعب ده، ومن بعدها بيتمشى في المدينه. لكن وهو ماشي بتعدي من جنبه بنت صغيره مغميه وشها. البنت بتحاول تسرقه، فبيرل بيمسك ايديها وبيقول لها اسف بس شكلك حاولت مع الشخص الغلط. البنت بتعمل انفجار في المكان وبتهرب منه. بيرل واقف مصدوم من السحر اللي هي عملته، لكنه بيلاقي السلسله بتاعتها وقعت منها. بياخدها من على الارض وبيمشي. البنت بقى بتدخل بار كده، بتروح لرئيسه وبترمي له شويه فلوس. الرئيس بيقول لها عاش عليكي، ما بتكسليش في شغلك ابدا. البنت دي بيكون اسمها ميوي، لسه هتشكره بتحط ايديها على صدرها ما بتلاقيش السلسله بتاعتها. الليل بيعدي وتاني يوم بيرل بيروح يدرب تلاميذه زي المعتاد. بيدخل اختبار صغير مع هيمبلت كده بس بيكسبه زي كل مره. هيمبلت بيقول له مفيش مره هكسبك فيها، يلا مش مشكله بقى روح شوف باقي الاعمال في المدينه، وانت روح كمل تدريبك مع كورني. دي من امبارح ما سابتش السيف الجديد وبتتدرب عليه. بيرل بيقول له اعمال ايه اللي في المدينه. هيمبلت بيقول له شويه حاجات بسيطه كده. بيقول له ان في حراميه بدات تظهر في المدينه والنظام طالب مساعدتنا. بيرل بيعرض عليه يروح معاه. هيمبلت بيقول له خليك بعيد عن العنف واشتغل على التدريب وما تشغلش بالك بالحراميه. بيرل بيحط ايده في جيبه كده وبيطلع السلسله اللي لقاها امبارح. كورني بتقول له انت جايبها لمين يا خلبوس. بيرل بيقول لها مش جايبها لحد ولا حاجه، ده وانا بتمشى في المدينه امبارح طلع عليا بنت كانت عايزه تسرقني، بس انا قفشتها وعلشان تهرب مني استخدمت السحر وهربت. السلسله دي وقعت منها على الارض وانا خدتها. كورني بتقول له طب وايه اللي يخلي طفله تستخدم السحر زي دي تبقى حراميه، مع انها لو قدمت في معهد السحر هتامن مستقبلها العمر كله، دول بيدوا الطلبه بتاعهم مرتبات جامده جدا. بيرل بيقول لها ما اعرفش بقى. قالت له طب وهتعمل ايه في السلسله. قال لها ولا حاجه، هتفضل معايا لغايه ما حد يسال عليها. هيمبلت بيقول له انا شايف ان انت توديها مكتب الاستقبال اللي في النظام، هم هناك هيشوفوا هي بتاعت مين، او حتى لو حد سال عليها هيدوها له. بيرل بيقول له ماله طبعا. بيطلع يوديها وهو راجع بيمشي في نفس الشارع اللي مشى فيه امبارح. بيقابل نفس البنت اللي حاولت تسرقه، كانت نازله تدور على السلسله بتاعتها. بيسالها عن اللي هي بتدور عليه. البنت بتتعصب عليه وعايزه تضربه، بس بيرل بياخدها وبيروح مكان هادي بعيد عن الناس. بيقول لها انت اكيد مش سارقه السلسله دي. البنت بتقول له لا طبعا. قال لها انا كنت عايزه اتاكد بس، تعالي يلا نجيبها من مكتب الاستقبال. بيروحوا يجيبوا السلسله فعلا، بس بيرل ما بيرضاش يديها لها. بتحاول تاخدها منه بالعافيه بس بتجيلهم لوشيا. بتقول له انت هتعمل ايه، مين دي وايه اللي في ايدك ده، انت بتتقدم لها. بيرل بيقول لها كنت مستنيكي، تعالي بقى شوف البنت دي. البنت موهوبه في السحر وراكنه موهبتها ومصممه تشتغل حراميه. لوشيا بتاخدهم وبتدخل المكتب وبيقعدوا يتكلموا مع البنت. بيرل بيقول لها يا بنت ازاي تدفيني موهبتك في السحر وتشتغلي في السرقه كده. لوشيا كمان بتتكلم معاها وبتطلب منها تعرف نفسها. بتاكد لها انها تحميها لو خايفه من اي حاجه. البنت بتبدا تاخد عليهم كده وتفك شويه وتتكلم. بتعرفهم ان اسمها ميوي. في حد كبير ضحك عليها وقال لها جمعت له 5 مليون جنيه هيستخدم السحر على اختها ويصحيها من الموت، والمبلغ كان كبير جدا عليها، علشان كده اتجهت للسرقه. لوشيا بتقول لهم استنوني هنا 5 دقايق. بيقعد بيرل مع ريو وبيلاحظ انها جعانه. بيقوم يجيب لها اكل وبيفضفض معاها شويه. بيعرفها على نفسه وان اسمه بيرل وبيقول لها ما دام لوشيا اتدخلت في الموضوع يبقى اكيد هيتحل ما تقلقيش. فعلا بترجع لهم لوشيا بس مش لوحدها، دي جايبه معاها لوسي رئيسه معهد السحر. لوسي داخله على البنت بقلب جامد وبتقول لها انت بقى الموهبه اللي بيقولوا عليها. ميو بتستغرب منها وبتقول لها انت مين ولا عايزه ايه. لوسي بتقول لها معاك رئيسه المعهد شخصيا. ميو بتقول لها وفي طفله زيك تبقى رئيسه معهد. لوسي بتقول لها الشاي بتاعك برد. بتولع لها في الشاي وبتقول لها ايه رايك تشربيه كده، اقتنعت بسحري، من بكره انا عايزاكي تنضمي للمعهد. ميو بتقول لها ادفعي لي ال5 مليون. لوسي بتسالها عايزه كل المبلغ ده ليه. ميو بتقول لها انها تديهم للراجل اللي هيرجع اختها. لوسي بتقول لها بس مفيش الكلام ده، الراجل ده نصاب وبيضحك عليكي. ميو بتبقى مخدوعه بتقول لها نصاب ازاي وهو موريني جثه اختي، وكمان طول ما انا بدفع له فلوس فالجثه مش هتتحلل، هتفضل لغايه ما
هتديله ال5 مليون وهيرجعها للحياة. لوسي بتقول لها بقى انت صدقت راجل فاشل ضحك عليكي وشغلك حرامية ومش مصدقة واحدة قعدت عمرها كله تدرس السحر؟ مين الراجل ده وانا اوريكي بنفسك ان هو كذاب ونصاب. ميو بتقول لها لو ما طلعش كذاب. لوسي بتقول لها هديك انا ال5 مليون بنفسي، بس قولي لي اسمه ايه ومكانه فين وانا هاخدك معايا وتشوفي بنفسك. ميو بتقول لها على مكانه واسمه كمان. لوسي بتاخدها وبتاخد بيرل وبيروحوا له. بيبقى في مكان عام في وسط المدينة. بيرل بيبقى مستغرب ازاي واحد حرامي قاعد في مكان ظاهر كده، المفروض يبقى مستخبي علشان ما يتمسكش. لوسي بتقول له لا ما هو بيطبق مقولة هتداري ليه وانا بعمل حاجة غلط، ده الشباب هي اللي بتسرق وتروح تديله الفلوس. المهم باب المكان بيبقى مقفول. ميو بتقول لهم الباب ده ما بيفتحش من هنا. لوسي بتكسر الباب على دماغ اللي جواه. بتقول لها مش انا اللي يتقال لي يفتح او ما يفتحش. بتدخل وبيقابلها شوية حراس كده ولسه واحد هيقرب منها بتشيله ترميه بعيد. بتقول له انا مش جايه لك، انا جايه لكبير المكان وانتوا تعاملوا بقى مع بيرل. بتطلع هي تدور على النصاب اللي بتقابله. بتقول له انت بقى شفيق النصاب اللي عامل قلق في المنطقه، انت بقى اللي هتصحي اللي بيموت. شفيق بيقول لها سمعت صوت في المدخل تحت بس ما كنتش اعرف ان رئيسة السحرة بنفسها عندنا، لسه هيجهز نفسه ويضربها. لوسي بتستخدم سحرها وبتكسر عظمه. بتاخده وبتنزل وبتلاقي ان بيرل قام بالواجب وزياده مع الحراس. الواد كان مكسرهم حرفيا هم كمان. بيرل بيقول لها عملت اللي جايين علشانه. بتطلع لهم شفيق وبتساله قدامهم انت تقدر تصحي حد مات يا ابني؟ شفيق بيقول لها لا طبعا مفيش الكلام ده. هنا بقى ميو بتدخل في حاله صدمه كده. لوسي بتقول لهم عايزين ننقل الجثث دي، هروح اشوف حد من النظام يجي ياخدهم. اما بيرل بقى فبيقعد يهون على ميوي، بس هي كانت في قمه الحزن بتاعها. حتى الناس اللي وثقت فيها طلعوا كدابين. بيرل بيقول لها مش كل الناس وحشين، في ناس حلوين قدامك بس انت ركزي. هنا بقى تيجي لوشيا ورجاله النظام ياخدوا المجرمين، بس وهم ماشيين بالعربيه بتحصل حاجه غريبه. جسم شفيق بينفجر هو وكل اللي في العربيه. من هنا بيظهر لنا كاهن كده قاعد في معبد وقدامه جثث كتير، منهم اخت ميو، وبيسال المساعد بتاعه عملت الصح؟ المساعد بيقول له طبعا عملت الصح. اول ما العربيه اتحركت فجرته هو وكل اللي فيها. بيرل بيروح مبنى النظام تاني يوم وبتعرفوا لوشيا باللي حصل امبارح. بتقول له شفيق جسمه انفجر اول ما العربيه اتحركت. صاحبنا بيربط الاحداث ببعض كده وبيفتكر كلام لوسي لما قالت له ان شفيق ده مجرد آلة وحد تاني بيتحرك فيه عن بعد. الكلام بيرن في ودنه وبيقرر يدور على اصل الفساد. بياخد كورني وبيروح على طول للحداد يجيبوا السيف منه. الواد بيتفاجئ بجمدان السيف. كورني بتقول له ده لازم يتجرب حالا. بيقول لها يلا بينا على صاله التدريب دلوقتي. بس وهو طالع بيلاقي لوسي في وشه. بتقول له تعالى معايا عايزاك في حاجه مهمه. بتاخده وبتروح على بيتها وهناك بيلاقوا واحد مستنيهم. ده بقى يبقى كاهن الكنيسه بتاعت سفين. الكنيسه دي موجوده في مدينه سفين دي المجاوره للمدينه بتاعتهم. الكاهن ده بيكون اسمه هولمان. بيرل بيبقى مستغرب وجود الكاهن في بيتها اصلا. لوسي بتقول له طبعا عرفت بالادوات السحريه اللي كان بيستخدمها شفيق، وكمان عرفت ان في حد بيتحرك بيه عن بعد، مش كده ولا ايه؟ الادوات دي كلها بقى اتصنعت في سفين دي. بيرل بيبقى مش فاهم الكلام قوي. هولمان بقى بيقول له بص يا سيدي انا هبسطها لك خالص، احنا عندنا راجل كده شغال في الكنيسه اسمه ريفيوس، هو ده بقى اللي طلب من شفيق يجمع اكبر عدد ممكن من الجثث. لوسي بتقول له يعني علشان الراجل ده ما ينكشفش استخدم الادوات السحريه اللي مع شفيق وموته؟ قال لها بالظبط كده. بيرل بيقول له طب هو بيجمع الجثث ليه اصلا؟ الكاهن بيقول له علشان يعمل معجزه سفين. بيرل ما بيبقاش فاهم اي حاجه. لوسي بتفهمه اكتر. بتعرفوا ان السحر اللي بيستخدموه في المدينه بتاعتهم بيقولوا عليه معجزات، علشان كده هم عايزين يصحوا الناس اللي ماتت. طبعا ما فيش الكلام ده وكله كذب وكفر يعني. هولمان بيقول له عندنا اسطوره بتقول ان ممكن نعيد الموتى، فريفيوس مصدق الاسطوره دي وعايز يعملها فعلا. استغفر الله العظيم يعني. بيرل بيقول لهم طب ما حد يقنعه ان اللي بيعمله ده غلط. لوسي بتقول له يا ابني ما هو مطلوب للتحقيق وقاعد دلوقتي في المنطقه الشماليه. اما هولمان بقى فبيقول له انا مجرد كاهن ما اقدرش افرض رايي عليه. صاحبنا بيقول لهم وماله نهجم عليه ونموته هو. لوسي بتقول له طول بالك كده، الامور مش بالسهوله دي، لو عملنا كده ودخلنا حاربنا كنيسه سفين هتبقى حرب دوليه وساعتها الدنيا هتقوم مش هتقعد. علشان كده انا عايزاك انت اللي تقبض عليه وما تقلقش، انا واخده الاذن من لوشيا، وصدقني لو جيت كانت كل جرايمه دي حقيقيه هروق عليه على الاخر. المفروض انت كمان تروق عليه، ولا انت شايف ايه يعني؟ بيرل بيفكر كده وبيلاقي ان قد ايه الراجل ده شرير واذى ناس كتير. بيفتكر ميور حزينه على اختها، يمكن لو جاب لها حقها يساعدها شويه في تخطي الحزن ده. وهو طالع بقى من بيت لوسي بيقابل ميوي، بيلاقيهم مهتمين بيها واخدين بالهم منها، بس هي زي ما هي حزينه ومش قادره تثق بحد. الواد بيحاول يطمنها ويقرب منها كده، لكن ميوي بتزعق فيه وبتبقى مستغربه انه مهتم بيها قوي كده مع انها كانت بتسرق اول ما شافته. بيرل بيبص لها بحزن كده وبيطلع وهو متحمس على الاخر انه يجيب لها حقها ويخليها تتغلب على حاله الحزن اللي عندها
دي. بيجي الليل عليه وهو لسه بيراقب ريفيوس، بس بيلاقيه بيحضر شنطته عربيته شكله هيهرب. على طول بقى بيتدخل وبيروح عليه، بس بيقابل المساعد بتاعه بيقول له يا مرحب بيك يا عم بيرل، انت جاي لقضاك هنا. المساعد بينادي على باقي الحراس وبيستخدم سحر تعزيز القوه. بيقول لبيرل اتعامل معاهم بقى. بيرل متفاجئ من كل اللي بيحصل، بس للاسف ما قداموش خيار تاني. القتال بيبدا بينه وبين الحراس، لكن سحر تعزيز القوه بتاعهم مديهم افضليه عنه. لسه هيفقد الامل. بتجيله فيسيل وكورني بيشيلوا عنه الضرب شويه. صاحبنا بيفرح وما بيبقاش عارف هما جم ازاي. فيسيل بتقوله ما تشيلش هم، احنا كنا معديين من هنا بالصدفه، روح انت خلص مهمتك واقبض على ريفيوس واحنا هنتعامل مع الحراس. فعلا بيرل بيدخل الكنيسه وبيلاقي ريفيوس والمساعد بتاعه. ريفيوس بيقول له بما انك جيت لازم اوريك المعجزه اللي انا عايز اعملها. بيقعد يقول كلام كتير مش مفهوم. فجاه بيرل بيلاقي كل الجثث اللي حواليه بدات تقوم وتتحرك زي العرايس المتحركه. بيشوف فيهم اخت ميو لسه هيضعف كده وقلبه يحن، بيفوق بسرعه. بيموتهم كلهم قبل ما هم يأذوه. بياخد سلسله اخت ميو علشان يوديها لاختها، بس بيتفاجئ بمساعد ريفيوس اللي شد السيف بتاعه وقال تعويذته وهجم عليه. بيرل بيصد الهجمه، بس المساعد كان اسرع مما كان متخيل. بيقول في نفسه ده اقوى من هيمبلت، بس اكيد مش هخسر يعني قدامه. المساعد لسه عمال يضربه في كل مكان لغايه ما بينجح انه يجرح له دراعه. بيرل بيستجمع قوته ولسه هيهجم هو، بيلاقي المساعد هجماته بقت اسرع من الاول. في نفسه قتال زي ده مش هيخلص نضيف كده. بيخلي المساعد يهجم وبينزل من تحت شقه نصين. المساعد بيقول له قتلتني وقفت المعجزه، بكره هتشوف اللي هيحصل فيكو، انت ما تعرفش حاجه عن اللي جاي. بيرل بيقول له فعلا ما اعرفش. بينزل من الكنيسه وبيلاقي فسيل وكورني قبضوا على ريفيوس. ريفيوس بيقول له انت موتت المساعد، مش معقول ده كان هيضحي من اجل الكنيسه. بيرل بيقول له مش فاهم تقصد ايه بالكلام ده. ريفيوس بيقول له حتى لو قبضتوا عليا وموتت المساعد بتاعي، بس صدقني ده مش هيغير حاجه. مدينه اسفندي محكوم عليها بالزوال، والقوه لازم تبقى في ايد الكنيسه. بيرل بيتصدم من الكلام، ولما بيروح للوسي بتشكره على اللي هو عمله، بس ما بيبقاش مبسوط. بتقول له تعالى معايا كده هقدم لك حاجه جايز تفرحك. بتاخده بتوري له بيت كده وبتقول له ابسط يا عم من النهارده البيت ده بتاعك، سمي وادخل برجلك اليمين. بيرل بيفتح الباب بيلاقي ميو بتكنس البيت. لوسي بتقول له مش بس البيت بتاعك لوحدك، ده ميو هتعيش معاك فيه كمان. من بكره هتقدم في معهد السحر، بس طبعا عايزين موافقه ابوها وامها، فبما انها عايشه معاك فانت من النهارده الوصي عليها. ميو بتبقى متضايقه شويه من الكلام ده، بس لوسي بتقول لها بصي يا بنتي انا مش هفرضه عليكي، بس حقيقي هو عمل علشانك كتير، وبالذات امبارح كمان. ميو ما بتخليهاش تكمل كلامها وبتسيبهم وبتدخل اوضتها. لوسي بتمشي وبيرل بيبدا ياخد راحته ببيته الجديد. بيحضر فطار له للبنت اللي معاه. ميو لسه واخده جنبه، الامور متوتره بينهم لدرجه انها بتستأذن منه علشان تستخدم الحمام. بيرل بيقول لها يا بنت ده بيتك زي ما هو بيتي، اعملي اللي تحبيه في الوقت اللي تحبيه. البنت بتقول له خلصانه ما عدتش استأذن. ومن هنا بقى الامور بينهم بتبدا تتحسن شويه، مش كتير بس على الاقل بقى بينهم كلام. ده خلى بيرل مبسوط وبدا ياخدها ويتمشوا في المدينه. بيجيب لها كمان الاكل اللي هي بتحبه، وهم بيتمشوا كده بيقفوا قدام مبنى كبير، ده بقى اكبر سينما في المدينه كلها. بيرل بيقول لها ايه رايك ندخل نشوف مسرحيه. ميو بتقول له انا ما شفتش مسرحيات قبل كده، بس ما عنديش مانع ان احنا ندخل. فعلا بيدخلوا وبيتفرجوا على المسرحيه سوا، وهم طالعين بقى بيسالها عن رايها. بتقول له رايها بس بتبقى متنشنه شويه ومش مبسوطه. صاحبنا بيحاول يفك عنها وبيقول لها انه هيروح معاها المعهد الساحر. قالت له لا مش لازم تيجي، بس هو كان مصمم يروح معاها. بيوصلوا المعهد وبيتفاجئوا هناك من جماله وقد ايه هو كبير. بتقابلهم كينرا ودي بقى مدرسه في المعهد. بتقول لهم شكلكم اول يوم ومش عارفين تروحوا فين، انا ممكن اساعدكم لو حابين يعني. بير بيقول لها والله ده شيء جميل منك. البنت بتاخدهم وبيدخلوا على جوه. بتقول لها مين اللي لصحكم بمعهد السحر. بيرل بيقول لها احنا جايين تبع لوسي رئيسه المعهد. كينرا بتقول له انتوا تبع لوسي ازاي؟ ده كده ميو هتتعفي من اختبار القبول. طب انت فكرتي هتختاري اي مجال في السحر؟ ميو بتهته كده. بيرل بيقول لها مجال؟ هو السحر فيه مجالات اصلا؟ كينرا بتقول له طبعا. ميو بتقول لها انا بعرف اعمل نار. كينرا بتقول لها حلو ده، هتبقى في سحر الهجوم. بيرل بيقول لها يعني ايه؟ قالت له خليني اشرح لكم مجالات السحر، هم 5 مجالات من الاخر: السحر الهجومي والدفاعي والشافي والمعزز، واخرهم سحر نمط الحياه. بس النار من السحر الهجومي. بس اصلا قبل كده انت هتسكني في المعهد ولا لا؟ بيرل بيقول لها ما شاء الله هو المعهد في سكن كمان. قالت له طبعا تحبوا تشوفوه ولا ايه؟ بتاخدهم لفه في المكان كده وبيشوفوا قاعه الاكل وحمامات السباحه وكمان اوض النوم اللي موجوده. بيبقوا مصدومين حرفيا من جمال المكان ووسعه. بيطلعوا من المكان وبيرل كل اللي في دماغه يا ترى ميو هتوافق تقعد في السكن ده ولا لا، وهل لو قعدت فيها تتاقلم مع الطلبه هناك. بيسالها ايه رايك نتغدى في مطعم بدل ما لسه هنجهز اكل في البيت. البنت بتقول انا ما عنديش مشكله، اي حته نروح فيها مادام هناكل. بياخدها المطعم قريب كده لكنه بيكون زحمه على الاخر. سورينا بتشوفه وبتنادي عليه وبتقول له تعالى اقعد معايا على الترابيزه. بيروح لها وبيشكرها على السيف اللي جابته له. قالت له يا عم لا شكر على واجب، بس مين البنت اللي معاك دي؟ بيرل بيقول لها والله مش عارف ابدا لك منين، بس عموما دي ميوي، انا وهي بنعيش في بيت واحد. سورينا بتشرب
بتشرق من الخبر. بتقول له خلاص انا ما يهمنيش اعرف باقي الحاجات. بيرلي بيقول لها طب ايه اخبار الشغل؟ قالت له الشغل في حاله توتر كده الفتره اللي فاتت، عمليات صيد وحوش كترت جنب العاصمه. بيرلي بيقول لها في وحوش بدات تطلع تاني. قالت له لا ده علشان في وفد من سيفند جاي لنا قريب، انت ما تعرفش ولا ايه؟ ده اجتماع كده بيحصل كل سنه. بيرلي بيقول لها والله كويس ان المدن دايما بتتواصل مع بعضها. بيخلصوا اكل وصاحبنا بيطلب من ميو انها تروح، وده لانه كان رايح مبنى النظام. بس قبل ما تمشي بيطلب من سورينا تقول لها كلام يشجعها علشان هتدخل معهد السحر. سورينا بتزعق لها وبتقول لها ما دام دخلت المعهد اعرفي ان انت دايما هتواجهي ناس اقوى منك. ميو باين عليها الهدوء كده وبتقول لها عارفه كل الكلام ده العجوز ده قالهولي. الكلمه دي بتجنن سورينا. بتقول لها ما انت ما تعرفيش ده قوته عامله ازاي علشان تقولي عليه عجوز. ميو بتمشي وسورينا بتقول لبيرلي البنت دي هتكون مميزه، هتبقى نابغه من الاخر، عندها هدوء وشخصيه قويه جدا. كل ده وبيرلي لسه بيفكر ايه الاحسن لميوي، انها تعيش معاه ولا تعيش في سكن المعهد. بيروح على مبنى النظام وهناك بيقابل لوشيا. بيحكي لها ان ميو عايشه معاه وبيسالها ده هيكون افضل ليها ولا تروح سكن المعهد بتاع السحر. لوشيا بتتصدم من خبر انها عايشه معاه ببيت واحد، بس بيقطع الصدمه دي كورني. بتقول له سكن المعهد افضل لها اكيد طبعا، ده فسيل حكيالي عن السكن ده كتير. حتى هيمبلت بياكد له ان سكن المعهد هيكون افضل، على الاقل مش هتضيع وقت في الطريق للبيت ولا هتضيع وقت في خدمه نفسها. في المعهد كلها متوفره، كل الاراضي ما كانتش كفايه لبيرل، علشان كده خد بعضه وراح للوسي يسالها ايه الافضل. لوسي بتنادي على فسيل وبتقول لها قولي له انت يا بنتي ايه الافضل. فسيل بتقول له ما انا قدامك اهو، انت شفت مستوايا بنفسك كمان. بيرل بيقول لها طبعا انت قويه وشاطره، ولسه لوسي هتقول له رايها بيسيبهم وبيمشي. بيفكر مع نفسه كده هو ليه عمال يسال كل الناس دي وما بيسالش نفسه، وده لانه خايف يعيش حياه مش بتاعته، خايف من الاخر ان هو يتعامل مع ميو كانه ابوها، لانه ما بيعرفش يتعامل مع اطفال اصلا. بيرجع البيت وبتقابله ميوي. بتقول له في دوشه جامده جايه من ورا الكومودينو ده. بيرلي بيشد الكومودينو بيلاقي 3 فيران. ميو بتقول له كل الدوشه دي طالعه من دول، سيبك منهم يا عم. بيرلي بيقول لها لازم اطلعهم من البيت النهارده. بيجري وراهم وبيطلع الاول والتاني. بيجي عند التالت كده بيدوخوا وراهم وما بيبقاش عارف يمسكه، وده لغايه ما ميو بتساعده ان هو يمسكه. بيحط بقى مكان الفتحه اللي جم منها سم. بيقول لها ذاكري شويه انت على ما احضر العشاء. بيروح يحضر العشاء فعلا وبتيجي ميو علشان تساعده. بيقعد يفكر كده دي ساعدتنا امسك الفور، ودلوقتي كمان بتساعدنا في تحضير الاكل، معقول بدات تتاقلم. وهم قاعدين يتعشوا بيقول لها تعبتك معايا واخدتك من وقت مذاكرتك، فكره سكن المعهد ده هتوفر عليكي كل الوقت ده. ميو بتقول له انا مش هسكن في المعهد انا هسكن هنا. بيرلي بيحاول يقنعها مهما يقنعها مفيش. بتقول له انت سمعتني انا مش هسكن في حته تانية غير هنا. على طول بتقول له ان في ناس كويسين ولازم اثق في نفسي، وكمان اثق في الناس كمان شويه، فبما ان انت هتاخد بالك مني ومن دراستي فانا كمان هقعد معاك واخد بالي منك ومن البيت. بيرلي بيفرح بكلامها ده وانها اخيرا بدات تثق فيه. تاني يوم بيروح مبنى النظام ولوشيا بتقابله هناك. بتقول له انها عايزاه في موضوع مهم. هيمبلت وكورن بيبصوا عليهم كده. البنت بتاخد بالها وبتقول له لا ده انا بس هشتري لك شويه هدوم مش اكتر، وده علشان جايين لنا ناس مهمين، وفد يعني من العاصمه الملكيه وكده. بيرلي بيقول لها سورينا قالت لي على الوفد ده. لوشيا بتتعصب وبتقول له هو انا دايما باجي متاخره كده. بيقول لها انت بتقولي حاجه؟ قالت له لا يا عم مفيش. قلت ايه بقى فكره الهدوم الجديده اللي هجيبها لك؟ بيرلي بيسالها هو الوفد ده هيبقى فيه كهنه من كنيسه سفين؟ قالت له لا ده وفد جاي من العاصمه، جاي فيه ابن الملك وبنت ملك مدينه سفندي، وانا دايما بحكي لهم عنك وعن قوتك، فانت لازم تكون مستعد في لحظه ان هم يكرموك. هيمبلت بيقول له التكريم من العاصمه احساس لا يوصف. حتى كورني بتقول له هيمبلت ولوشي عندهم حق، لازم تلبس وتتشيك كده، انت مش مغامر ولا حتى جندي في النظام علشان تقابلهم بزي رسمي، ده انت المعلم بتاع الكل، لازم تلبس حته تقيله يعني من الاخر. لوشيا بتقول له خلاص يبقى اتفقنا هننزل نجيب لك اللي انت عايزه. بيرلي بيقول لها منزل انا اجيب لنفسي. قالت له لا يا عم انت مش عارف محلات المدينه، وبعدين التجار ممكن يضحكوا عليك ويغفلوك. بص انت بس بكره كده بعد الظهر فضي لي نفسك وانا هاخدك اروق عليك، ويلا سلام بقى علشان عندي شويه شغل هنجزهم. بيرلي بيقول الواحد محروق منها والله على الاخر. البنت مهتمه بيه وكمان بتدور على لبسه. كورني بتنين ناحيه هيمبلت كده وبتقول له قلبي مش مطمن، انا حاسه ان في حاجه بينهم هما الاثنين. هيمبلت بيقول لها ده المعلم بتاعها. كورني بتقول له لا لوشيا شكلها عايزه تعترف له بحاجه. بيرلي بيرجع البيت وبتقول له ميو ان في حد جايب له هديه وبيشكره على مساعدته. بيفتحها بيلاقي هدوم لميوي. الهدوم ما بتبقاش عاجباها قوي فبيقعد يفكر مين اللي ممكن يجيبها. ده اكيد الكاهن هولمان. بيقعدوا يتعشوا بيبدا يحكي لها عن يومه. بيقول لها انه هيقابل ناس مهمين الفتره الجايه علشان كده هينزل بكره يشتري هدوم جديده، وكمان مش هينزل لوحده هينزل هو ولوشيا، فلو حابه تروح معاهم ميوي بتقول له لا انجوي انتوا. فعلا تاني يوم بيروح لها بيرلي لوحده. لوشيا بتجيله بس المره دي مش لوشيا بتاعت النظام،
دي المرة دي لابسة فستان ومتشيكة على الآخر. بيرل أول ما بيشوفها بيقعد يقول لها كلام حلو. بتقول له أيوة، ما أنت ما كانش ينفع أجي أشتري لك هدوم بزي الفرسان، أنت عايز الناس تقول علينا إيه؟ كل ده وكورني وهيمبلت بيراقبوهم. لوشيا بتاخده وبتروح على محل كده وبتختار له أغلى بدلة في المحل. بيرل محرج منها جامد ومش عارف يقول لها إيه، لكنه بيتحجج إن البدلة دي مش أحسن حاجة. على طول عينه بتقع على بدلة تانية عادية كده وسعرها مناسب شوية. بيقول لها هي دي اللي أنا اخترتها. لوشيا بتقول له والله براحتك اللي أنت عايزه، لو عايز نشوف في مكان تاني أنا ما عنديش مشكلة. بيرل بيقول لها يلا بينا. بيطلعوا كده فبتسأله أنت مش جعان؟ إحنا بنلف بقالنا شوية ولسه هنلف تاني، إيه رأيك نتغدى سوا ونكمل اللف بتاعنا؟ بيرل بيوافق فبتاخده على مطعم فاخر كده من الآخر، الأكل بتاعه مفيش زيه. بيرل بيقول لها أنا أول مرة أدخل مطعم حلو كده والأكل كمان جامد، ده إيه الجمدان ده كله؟ لوشيا بتقول له طب كل بقى قبل ما يبرد. بتبقى مبسوطة إنها خارجة معاه وبياكلوا سوا كمان. كل ده ولسه كورني وهيمبلت بيراقبوهم. كورني بتقول له أنا حاسة إن القائدة مبسوطة على الآخر، شكلها بتحبه ونازلة معاه موعد غرامي. هيمبلت بيقول لها بلاش عبطهم معانا علشان بياكلوا يبقوا في موعد، ما أنا وأنت بناكل أهو، هل إحنا في موعد يعني؟ بيخلصوا كلهم أكل وبتطلع لوشيا توصل بيرل. بتفتكر الماضي لما كان بيهتم بيها وعلى طول جنبها. بتقول له ياه ده الواحد ما كانش واخد باله من حاجات كتير زمان. بيرل بيقول لها أنت بتقولي حاجة؟ قالت له لا مع السلامة أنت. بيمشي وبتفضل هي بص عليه. كل ده كورني وهيمبلت لسه وراهم. كورني بتقول له طب والله في حاجة بينهم. هيمبلت بيقوم سايبها ورايح للوشيا. بيقول لها أنا براقبك من الصبح، هو في إيه بينك وبين المعلم؟ قالت له مفيش حاجة، بحب أشوفه مبسوط مش أكتر. تاني يوم في النظام كورني بتقول له إيه اللي أنت عملته امبارح؟ بتدخل عليهم لوشيا فعلى طول كورني بتتسحب قبل ما تكمل كلامها مع هيمبلت. تستغرب كده في هيمبلت بيقول لها سيبك منها أكيد راحت تكمل تدريبها. لوشيا بتقول له طب حلو يلا بقى كمل تدريبك معاها علشان شوية كده وهاجي أخد الصالة منكم. هيمبلت بيقول لها في حاجة ولا إيه؟ قالت له لا ولا أي حاجة، هدخل مواجهة مع المعلم بس. الواد بيتصدم فبتقول له لا ما تقلقش، كده كده محدش عنده شك في قدرة المعلم، بس أنا عايز أواجهه علشان لو فزت عليها هعترف له بحاجة. يلا روح كمل هروح أنا أجهز بقى. كورني بتقول له والله شكلها تعترف له بحبها. بيدخل عليهم المعلم بيقول لهم ما شاء الله التدريب ماشي زي الفل، ولوشيا كمان هنا، مش من عادتك يعني تكوني موجودة الصبح كده خير. لوشيا بتقول له حصل، أنا جاية علشانك من الآخر، جاية علشان أواجهك لو ما عندكش مانع. المعلم بيقول لها والله دي حاجة حلوة وحتى نتدرب. هيمبلت بيعلن المواجهة بتاعتهم. لوشيا بتقول له تعرف الناس بتقول عليا إيه؟ لوشيا الأسرع من البرق، على طول بتهجم عليه من كل الاتجاهات. المعلم يصد كل الضربات وبيبقى مبسوط من مستوى تلمسته، بس إيه القوة والسرعة دي؟ دي مش بتاعت فارسة أبدا، دي أكيد بتتضرب كل يوم. لوشيا مش فارق معاها ونازلة في ضرب من كل الجهات لغاية ما بتنزل سيفه على الأرض. بتقول له دلوقتي بقى هوريك أنا اتعلمت إيه من بعدك. لوشيا سرعتها وقوتها بتزيد والمعلم أدرك إنه استحالة يقدر يجاريها طول المواجهة. بيدور على نقطة ضعفها بس هي فين؟ دي مش سايبة حاجة إلا ومقوياها، لغاية ما بتجيله فكرة كده إن أول ما تهجم عليها يلف وراها ويجيبها من هدومها. فعلا بيعمل كده وبيقدر إنه يقلبها على ظهرها ويحط سيفه على رقبتها، وبكده هيبقى المعلم هو اللي فاز بالمواجهة. بيقومها وبيقول لها قوتك زادت عن زمان، أنا مبسوط منك على الآخر، بس مش دايما المواجهات هتكون نزيهة وبشرف، علشان كده عايزك تبقي جاهزة لأي حاجة غير نزيهة تحصل. بيسيبها علشان وقت الغدا فبتشكره لوشيا على النصيحة دي. كورني وهيمبلت بيروحوا لها فكورني بتقول لها انت لو كنت فزت عليه كنت هتعترفي له بحبك. هيمبلت بيقول لها معلش انا حكيت لها على اللي احنا اتكلمنا فيه. لوشيا قالت له عادي ولا يهمك، عموما يا ست لو كنت فزت كنت هطلب منه يشتري لي هدوم زي ما اشترى لنفسه. هيمبلت بيقول لها بصراحة انت كنت هتعترفي له بمشاعرك. لوشيا بتقول له اسئلتك كتير اليومين دول، عموما انا قلت لك ان اللي فارق معايا اشوفه مبسوط وبس. في الوقت ده بيكون بيرل رجع البيت وحكى لميو على اللي حصل. ميو بتقول له بصراحة كده حاسة البنت دي معجبة بيك، اصل ما فيش كده في الدنيا، امبارح تخرجوا تجيبوا هدوم وتتغدوا النهارده تدخلوا مواجهة. بيرل بيقول لها لا ما تقوليش الكلام العبيط ده، دي التلميذة بتاعتي وفرق السن بينا مش صغير. بتقول له ده انت اللي عقلك صغير، هو ده بس اللي انت بتفكر فيه. بيسألها بقى انت عملت ايه النهارده؟ قالت له ولا اي حاجة، ادوني لبس المعهد وكتب كتير تمهيدية وبس كده. بيقول لها ما فيش شنطة، انا شايفهم هناك كلهم شايلين شنط. قالت له هم ادوني الحاجات دي وبس. بيقول لها يبقى ننزل نشتري لك شنطة دلوقتي. في الوقت ده بتبقى سورينا قاعدة مع رئيس النقابة، بيعرف ان في مهمة المغامرين من الرتبة البلاتينية مش عارفين يخلصوها وما حدش هيخلص المهمة دي غيرها. بس قبل ما يكمل بيدخل عليهم الحارس وبيقول لها ان في حد عايزها. نرجع بقى لبيرل اللي نزل يشتري لميو الشنطة، لكنه بيلاقي الاسعار نار النار. بيمسك واحدة كده شكلها حلوة هتبقى مناسبة مع البنت. البياع بيقول له دي ب95,000. بيرل بيسيبها وبيمشي، بيروح يقعد مع نفسه على الكوبري وبيفكر في مصاريفه ومصاريف ميو اللي تقلت عليه. وهو راجع للبيت كده وفاقد للامل بيقابل سورينا، بيلاقيها متوترة وخايفة فبيهديها وبيسألها مالها. قالت له انا مطلوب مني مهمة كبيرة عليا، انا خايفة ان انا افشل في المهمة دي. بتطلب مساعدته كمان. بيقول لها يا بنت وانا هفيدك بايه؟ قالت له يا عم انا هديك مكافأة. عينه بتلمع كده وشكله هيجيب مصاريف البنت. على طول بقى بيطلع معاها وهما في الطريق. بتقول له المهمة دي اننا نجيب حصان حي علشان النقابة تقدمه لوفد العيلة المالكة اللي هتيجي من سفندي قريب. بيقول لها طب على الاقل كنت عرفت حد في
النظام ان انا جاي معاكي. قالت له ما تقلقش انا واخده اذن من لوش ان انت هتيجي معايا. الواد بيقول لها يبقى اتكلنا على الله، انا اصلا كنت بدور على شغل مؤخرا علشان المصاريف زادت عليا. سورينا بتقول له مش لوحدك اللي بتدور على شغل، عموما خلاص ما عادش كتير وهنوصل. بيوصلوا جوه الغابه وبيقابلوا مجموعه من المغامرين اللي كانوا بيعملوا المهمه وفشلوا. واحد منهم بيقول لها احنا عملنا فخاخ كتير علشان نصطاده لكن للاسف فشلنا في كل مره. سورينا بتاخد منه من ادواته وبتبدا المهمه هي وبيرل. بيرل بيقول لها طب على الاقل عرفيني بندور على ايه. قالت له يا عم دي حاجه بسيطه جدا، حصان نادر شعره ابيض وبس كده يعني. بيقول لها انا طول عمري بطارد وحوش بس بموتهم، انما عشان نمسكهم حيين دي جديده عليا خالص. سورينا بتقول له علشان كده المغامرين دول فشلوا يمسكوه، وبصراحه انا كمان قلقانه ومش حاسه ان انا هقدر امسكه، بس بما انك معايا فانا حاسه ان قوتي متضاعفه 1000 مره. بتاخده وبيفضلوا يدوروا في كل مكان لغايه ما بيروحوا على الشاطئ. فبيرل بيشوف رجله الحصان معلمه في الارض. بيقول لها الحصان ده عمره ما جاي المكان ده تاني، ده حصان نادر فاكيد مش هيبقى غبي للدرجات دي انه يرجع مكان بيكشف وجوده. سورينا بتفتح خريطه الغابه كده وبتقول له في شاطئ تاني بس بعيد عن هنا شويه. بيرل بيقول لها طب يلا بينا في اسرع وقت، الحصان من الحيوانات اللي بتحب تشرب كتير اكيد هنلاقيه هناك. بيوصلوا للشاطئ التاني وبينصبوا الفخاخ بتاعتهم. سورينا بتقف من ناحيه كده وبيقف بيرل في الناحيه التانيه. بتقول له اول ما يظهر هضرب عليه السهام وانت تحاول تمسكه. وبعد مده من الوقت كده بيظهر الحصان فعلا. سورينا بتبدا تقرب منه وبيرل بيجهز نفسه، بس مع اول سهم بينضرب في الحصان بيرفع نفسه لفوق وبيعدي من فوق بيرل. صاحبنا بيجري وراه بيحاول يرمي عليه الشبكه اللي هيصطادوا بيها بس الحصان كان اذكى واتفادى الشبكه. سورينا بتحاول معاه بس برضه للاسف ما بتعرفش تمسكه. الحصان بيروح على حافه الغابه وسورينا بتقول لبيرل هات فوق الشجر وانت خليك تحت ونحاول نمسكه. الحصان بيقول لهم حلوه الفكره دي. بينط من الحافه كده لصخر في نص النهر. بيرل بيقول لها مش هعرف امسكه من تحت كده. بيطير للحصان على الصخره اللي في نص النهر ولسه يمسكه. الصخره بتهيل بيهم في النهر. صاحبنا بيفوق بيلاقي نفسه هو والحصان على صخره صغيره في نص النهر ومش هيعرفوا يطلعوا لمكانهم عند سورينا ولا حتى يعرفوا يعدوا البر التاني من النهر. بيرل بيقعد يفكر هيعملوا ايه لغايه ما بيبص وراه بيلاقي شجره. على طول بقى بيقوم قطعها في سيفه وبيعمل معدايه للبر التاني. بيعدي هو والحصان وبتجيلهم سورينا. بيرل بيقول لها انت ما شاء الله سريعه جدا، لحقت تيجي ازاي هنا؟ قالت له وانا اقدر اسيبك برضه. بيروح يودوا الحصان لرئيس النقابه اللي بيقعد يشكر في بيرل. سورينا بقى تديله المكافاه اللي قالت له عليها. على طول الواد بياخد المكافاه وبيروح يشتري الشنطه لميوي. بيرجع البيت وميوي بتبقى مبسوطه على الاخر بالشنطه الجديده، بس مش هو لوحده اللي جايب لها هديه، لا هي كمان جايبه له مج سيراميك بدل المج الخشب بتاعه. بيرل بيفرح بيه جامد وهنا بيفتكر كلمه سورينا لما قالت له ان هو مش لوحده اللي بيدور على شغل. تاني يوم بيبقى اليوم الاول لميوي في معهد السحر. بيرل بيركبها العربيه قبل ما يروح للنظام. اول ما بيوصل بقى بترحب بيه كورني ولوشيا. لوشيا بتقول له ان قائد حراس كنيسه سفين وصل هو والنائبه بتاعته وعايزين يسلموا عليك قبل ما ابن الملك وبنته ييجوا. بيروح بيرل معاها علشان يسلم عليهم. بيلاقي النائبه تبقى روز ودي بقى كانت تلميذه عنده زمان. بتسلم عليه وبتحضنه. لوشيا بقى بتكون هتتجنن ايه يا عم كميه البنات اللي حواليك دي. القائد بيقول لها انتوا تعرفوا بعض؟ بتقول له ده المعلم بتاعي. بيرل بيقول لهم روز اتدربت معايا سنه ونص في القريه. البنت بتقول له شكرا على كل اللي انت عملته معايا. كل ده ولوشيا واقفه بتغلي من الغيره. بيرل بيبارك لها انها بقت نائب القائد. القائد بقى بيكون اسمه جوتا. بيقول لهم طب كويس ان احنا طلعنا معرفه، ده هيسهل علينا كتير من اللي احنا جايين علشانه. هيمبلت بيقول له انتوا جايين علشان ايه اصلا؟ القائد بيقول له روز ما تعرفش البلد بتاعتكم قوي فاحنا جايين نأمن الدنيا قبل ما وفد العيله الملكيه يجي. روز بتقول لهم انا فعلا ما اعرفش المدينه بس مبسوطه ان المعلم بتاعي هو اللي هيفرجنا عليها. فعلا بيرل مروح من الشغل بتجيله روز وبتقول له يلا بقى وريني المعالم السياحيه اللي في المدينه. الواد بياخدها وبيلفوا المدينه سوا وبيقول لها احكي لي اكتر عن نفسك. بتقول له بعد ما سبت صاله التدريب في القريه رحت سفندي وهناك نائب القائد مات في جوده وخلاني امسك مكانه. بيتمشوا بقى في كل شوارع المدينه بس دايما اللي كان بيلفت نظر روز ما كانش المعالم السياحيه، لا ده كان اللي بيلفت نظرها اطفال المدينه. بعد ما بيزهق لف في المدينه كده بترجع روز للقائد. بيرل بقى بيغير هدومه وبيروح بيته بالهدوم الجديده بس ردة فعل ميو اول ما بتشوفه بالهدوم الجديده بتكون عاديه خالص. بيرل بيقول في نفسه شكلي وحش ولا ايه؟ ميو بتقول له غير هدومك يلا وتعالى العشاء جاهز. بيغير هدومه وبيطلع يتعشى معاها. بتبدا فقره الحكاوي بتاعت كل يوم. بيرل بيقول لها انت عملت ايه النهارده في المعهد؟ ميو بتقول له انا زهقت. بيرل بيتخض كده بس هي بتقول له ما تقلقش مش مشكله كبيره يعني، زمايلي هناك خدوني معاهم المكتب غصب عني وامبارح خدوني اوضه الفن وقبلها اوضه الموسيقى وانا ما بحبش كل الحاجات دي. بيرل بيقول لها بس دول كده بيحبوكي. قالت له يا عم عارفه ان ده حب بس المكان كبير وانا بتعب. صاحبنا بيبقى مبسوط انها فتحت له قلبها وبدات تتكلم معاه بالطريقه دي. بينبسط اكتر لما بتطلب منه يساعدها في مذاكرتها للكتب اللي هي مش فاهماها. يعني يوم بقى في النظام بيبقى اليوم الموعود. الامير والاميره خلاص جايين. لوشيا بتقول خطابها في الحراس ان هم يخلي بالهم جامد اول فتره اللي الاميرين هيقعدوا فيها في المدينه وبتقول كمان انها هتحرس الاميره هي وهيمبلت وبيرل، اما اللي هيحرس الامير فهيبقى جوتا وروز. فعلا بتاخد فريقها وبيروحوا للاميره والاميره بتبقى مبسوطه انها تحت حمايه المعلم بيرل وده من كتر ما سمعت عنه وعن
قوته. الأمير كمان كان مبسوط بوجود الأميرة وعايشين قصة حب ولا في الخيال. كل اللي موجودين بيبقوا مستغربين تصرفاتهم لغاية ما بتيجي رحلتهم الأولى في المدينة. الأميرة بتركب مع الأمير في العربية التانية، والعربية الأولى بيركب فيها بيرل كطعم يعني. بيلفوا في المدينة، الأميرة بتشوف محل مجوهرات بيعجبها الأشكال اللي فيه، فبتنزل هي والأمير يختاروا منه. أول ما بيطلعوا بيلاقوا المدينة كلها متجمعة قدام المحل. بيرل بيحس بحركة غريبة في وسط الناس. لوشيا بقى بتقول للأمير حاول ما تعملش كده تاني يا غالي، لما تبقى عايز تنزل من العربية عرفنا، ممكن في مرة من المرات ما نعرفش نسيطر على العدد بتاع الناس ويحصل حاجة ما تحبهاش انت. الأمير كان محترم وفهم قصدها وبيقول لها انها هتبقى آخر مرة. بياخدوهم للمطعم علشان يتغدوا بقى. بيرل بيحكي لوشيا ان هو حس بحركة غريبة ومش مطمنة وسط الناس. هيمبلت بيقول له انه هيأكد على الحراس ويشدد الحراسة، بس وهم طالعين من المطعم بيحصل اللي بيرل كان متوقعه. مجموعة من الخارجين عن القانون مغطيين وشهم بيهجموا على المكان من كل اتجاه. الأمير بيرجع والأميرة بيدخلوا المطعم تاني. البلطجية بيرموا قنابل دخان في المكان كله. كل واحد من الشباب بيمسك واحد من البلطجية. المعركة مشتعلة على الآخر وكل واحد بيكسر عظم اللي معاه. بيرل كان عايزهم يمسكوا واحد فيهم حي. هيمبلت بيقول له سامحني كان قوي وكنت لازم اموته قبل ما يموتني. حتى جوتا البلطجي اللي كان معاه هرب قبل ما يموته، لكن جوتا قدر ان هو يشوف وشه قبل ما يهرب. اما روز بقى البلطجي اللي كان معاها كانت تقدر انها تقبض عليه صاحي، بس هي اللي قررت تموته قبل ما الشباب يقبضوا عليه. ما تبقاش غير البلطجي اللي كان مع لوشيا، بس ده محتاج علاج كتير قوي علشان نطلع منه بمعلومه. بياخدوا الامير والاميره بقى وبيرجعوا للقصر الملكي في المدينه، وبكده يبقى ضمنوا الامان شويه. جوتا بيقول لهم ان هو ولوشيا هيقابلوا كبار المسؤولين لوحدهم، يعني كده بيرلي يقدر يروح. روز بتقول انتوا كده مش محتاجين ان انا كمان اقدر امشي. بيرلي بيبقى خايف انها تقول له خرجني تاني، بس هي بتمشي من سكات. بيرجع هو بيته وبيلاقي لوسي هناك. بتقول له الحمد لله على السلامه، حصل حاجات كتير النهارده، تعالى بقى علشان نتكلم شويه. بيرلي بيقول لها امال فريق السحر كان فين النهارده في الهجوم ده؟ لوسي بتقول له فريق السحر ما كانش ينفع يتدخل، البلاد دي يا سيدي ما بتامنش بالسحر اصلا. بيقول لها ما بيامنوش بالسحر، بلاد ايه فهميني اكتر. لوسي بتقول له هجوم النهارده ده اللي وراه ناس من سفندي. بيرلي بيقول لها ودول هيستفادوا ايه من الموضوع ده؟ قالت له شكلك ما فهمتش، سفندي دلوقتي فيها صراع على السلطه بين البابا والملك. بيرلي بيقول لها سامحيني ما بتدخلش في السياسه ولا الدين، فانت بقى هتفهميني اكتر. بتقول له هشرح لك وامري لله. بص يا سيدي البابا ده معاه سلطه اكبر في الدوله، لكن الملك معاه سلطه سياسيه اكبر، بمعنى اصح لانها دوله دين فالملك ما يقدرش يتجاهل اراء البابا. يعني اللي هاجموا النهارده دول تبع البابا علشان عايزين يجمعوا بين القوه والسلطه. بيرلي بيقول لها طب ما حتى لو اختلوا الامير هيجي امير غيره. قالت له ما هو ده المطلوب، لان الامير اللي بعده تابع للبابا علشان كده عايزينه يتعين. الواد بيقول لها علشان كده يبقى معرفناش نمسك ولا واحد فيهم من هجوم النهارده، حتى الوحيد اللي اتمسك خلص على نفسه قبل ما نحقق معاه. اكيد كبار المسؤولين في الدوله عارفين الكلام ده، واكيد رحله بكره كمان هتتلغي. من الناحيه التانيه روز بتروح للوشيا بتقول لها الهجوم النهارده ده كان قوي ولازم ناخد بالنا بعد كده. الله صحيح احنا هنفضل ماشيين حسب الخطه والامير والاميره هيزوروا الاراضي الزراعيه بكره. لوشيا بتقول لها وبتسالي ليه؟ روز بتقول لها اصل جغرافيه البلد هنا مختلفه عني وانا عايز اعرف اكتر علشان ابقى عامله حسابي. لوشيا بتقول لها اسالي القائد بتاعك وهو هيعرفك كل حاجه. روز بتقول لها لسه هستنى القائد، كده هنضيع وقت في الفاضي. لوشيا بتقول لها طب تعالي نقعد في اوضه الاستقبال وانا هحكي لك، لكن بتلاقي الاوضه مشغوله كده فبتاخدها روز وبيروحوا يقعدوا على قهوه في وسط البلد. بتخلص معاها لوشيا الحكايه وبتيجي علشان تقوم بقى. روز بتقول لها ايه رايك نتكلم عن المعلم واحكي لك عن تجربتي معاه؟ لوشيا طبعا الفضول بيقتلها وبتبقى عايزه تسمع التجربه. بتقول لها ماشي احكي يا ست روز. روز بتقول لها اول مره شفته كانت من 5-6 سنين كده، كنت دايما بحب السفر واروح من هنا لهنا، لكن اول ما شفته قعدت معاه واتدربت 1.5 سنة. لوشيا بتقول لها لا انا اتدربت معاه فتره كبيره. وقبل ما تكمل حكايتها روز بتشوف طفل صغير خايف وشكله كده تايه، بتروح عليه جري وبتساله عن اسمه. بيقول لها ان اسمه رايتر وكان ماشي مع عمه بس تاه. روز على طول بتطلب من لوشيا انها تنادي معاها على ام الطفل. بيفضلوا ينادوا لغايه ما امه تيجي وبتاخده. لوشيا بتقول لها شكلك بتحب الاطفال جامد. روز بتقول لها ايوه طبعا، ابويا كان عامل ملجأ علشان كده متعلقه بيهم. لوشيا بتقول لها انا اسمع ان الاطفال في مدينتكم عايشين حياه كويسه. روز بتقول لها ايوه واجب علينا اننا ناخد بالنا منهم كويس وكمان نعيشهم افضل حياه، بس يلا بينا بقى علشان نرجع للمقر تاني. البنت بترجع وبتقول خطابها للحراس بان رحله الاراضي الزراعيه هتكتمل. بيرلي بيروح لها وبيقول لها بجد هتكملوا الرحله؟ طب ازاي هنحمي الامير والاميره؟ قالت له الامير بنفسه هو اللي طلب كده، وبعدين ما تقلقش انا زودت الحراس. قال لها خلاص تمام مفيش مشكله. الامير والاميره بيركبوا العربيه وبتبدا انها تتحرك. جوتا بياخد بيرل على جنب كده وبيقول له عايزك في كلمتين قبل ما نتحرك. البلطجي اللي هرب مني امبارح يبقى هانسي، ده النائب بتاعي السابق، انا معرفش بيعمل كده ليه ولا لصالح مين، بس علشان خاطري لو ظهر تاني محدش يخلص عليه غيري. بيرلي بيقول له يبقى اتفقنا. بيكملوا رحلتهم وبيروحوا الاراضي. الامير بيبقى مبهور بشكل الزرع، حتى بيرلي بيبقى عاجبه الارض كده. بيقول لهم كان نفسي اجي هنا في ظروف احسن من كده، بس يلا مش مشكله نبقى نيجي يوم تاني. وفي نص الارض كده بيطلب منهم
منهم الامير يوقفوا العربيه وبينزل. كان نازل بس علشان يشوف حاله الزرع بنفسه. الدنيا بتبقى هاديه كل واحد بيستمتع بالاجواء لغايه ما بيجي لهم سهم كده من وسط الزرع، ومن بعده السهام بدات تكتر عليهم. بيرل على طول بيطلب من الامير والاميره يوطوا على الارض، بيأمر باقي الحراس ان هم يتعاملوا مع السهام. البلطجيه مش معتمدين على السهام بس، لا ده في مجموعه منهم بدات تهجم على الشباب، لكن صحابنا ادائهم عال العال، اللي بيمسكوه بيروقوه على الاخر. بيرل بيقول لجوتا روح انت للي بيرموا السهام وانا هتعامل مع اللي بيجوا هنا. جوتا بيقول له وماله. بيطلب من لوشيا تاخد الامير والاميره ويرجعوا للعربيه. على طول لوشيا بتطلب من كورني وهيمبلت يساعدوها. بيرل بقى فكان خلص على اكبر عدد ممكن من البلطجيه وراح بعيد شويه كده الروز. بتقول له ما كنتش اعرف ان انت قوي كده. قال لها وديكي عرفت دلوقتي بقى جه دورك. انت بتعملي كل ده ليه بتقتلي اصحابك؟ قالت له انت عرفت منين؟ بيرل بيقول لها من ساعه ما قتلت البلطجي اللي كان معاكي مع انك كنت تقدري تسلميه حي، وحتى لما عدد البلطجيه زاد علينا في وسط الاراضي كنت فين؟ بتعملي كل ده ليه يا روز؟ هل هتبقي انت الاميره اللي جايه؟ روز بتقول له يا سيدي الناس تفهم الكلام كده، لما تلاقي بلدك في صراع دايم على السلطه لازم تعمل كده، البلد بتبوظ سنه عن سنه. بيرل بيقول لها انا مجرد ريفي ما اعرفش حاجه عن صراعات المدن دي، بس لما اشوف حد من تلاميذي واخد طريق غلط لازم اصحح له الطريق بتاعه. انا علمتك المبارزه بهدف الخير، كنت عايزك تدافع عن نفسك وبلدك مش تستخدميها في الشر. روز بتقول له طب ما انت كمان استخدمت سيفك في قتل عدد كبير من الناس. صاحبنا بيقول لها لا بس احنا مش زي بعض، انا بدافع عن الحق وبقتل المجرمين، فانا وانت عمرنا ما هنبقى زي بعض، انما انت بقى ماشيه ورا القطيع وخلاص. قالت له انت بتدافع عن الحق يبقى لازم تقتلني، وريني الحق بتاعك بقى. بتهجم عليه كده بكل قوتها بس هو كمل انه بيصد الهجمات بتاعتها. قالت له انا كنت فاكراك غير كده، انت طلعت قوي جدا، انت مش راضي تواجهني ليه؟ ده انا عملت كل حاجه وحشه زي ما بتقول، وكمان طلعت طالبه سيئه، على الاقل اشتمني حتى. بيرل بياخد نفسه كده وبيقول لها استعد علشان اخلص عليكي. روز لوهله كده بتفرح بس بيرل بيهجم عليها. بتقول له اوعى كده ان انت كمان طلعت بتعرف تحارب شخص شايل درع. بيرل بيقول لها انا مش هاول الدرجه دي يعني. بيخطط مع نفسه كده ان زي ما الدرع بيحميها فبيحميه هو كمان لانه حاجب عنها نص الرؤيه، ومن هنا بيتمكن وبيرشق سيفه في نص بطنها. بتقول له عاش عليك انت طلعت اقوى مما كنت متخيله، هون عليا الوجع بقى واقتلني. بيرل بيقول لها لا انت لازم تعيشي وتشوفي المعاناه بتاعت بلدك اللي انت كنت بتقولي عليها. هنا بيجي لهم جوتا بدون تفكير ولا كلام، بيدخل يعالجها كمان من الاصابه بتاعتها. بيرل بيساله انت اتعاملت مع اللي كانوا بيرموا الاسهم؟ اول ما انت مشيت انا شفت روز جايه هنا لوحدها، فطلبت منها هي وباقي الشباب يحموا الامير والاميره، وجيت هنا علشان اخلص على روز. البنت كانت مشاركه في محاوله اغتيال الامير. جوتا بيتصدم من الكلام فبيرل بيقول له اكيد البابا هو اللي اجبرها تعمل كده، تقريبا هو خاطف اطفال البلد وبيجبر الناس تسمع كلامه، ولو ما سمعوش الكلام هيموتهم. جوتا بيقول له الموضوع شكله اكبر من كده، كلهم عايزين يضحوا بحياتهم في سبيل البابا. بيرل بيقول له احنا لازم نقول ان هانسي هو اللي ورا موضوع الهجوم ده وهو السبب في اصابه روز. جوتا بيقول له شكرا على كل المساعدات دي، مش عارف اودي وشي منك فين. المعلم بيقول له صحيح انت تبع البابا ولا الملك؟ جوتا بيقول له انا تبع الحق مش اكتر، انا عايز الاصلح فيهم للبلد. روز بتقول لهم انا ما عدتش اثق في البابا ولا في الملك، دول قتلوا ريفيوس بابشع الطرق. بيرل بيقول لها انا اللي قتلت ريفيوس، ده كان بيحرك اكبر مجموعه مجرمين في البلد وكمان بيتاجر في الجثث علشان كده خلصت الناس من شره. روز بتقول له مستحيل، ده البابا قال ان الملك هو اللي موته. صاحبنا بيقول لها معرفش البابا بتاعكوا ده بيفكر ازاي، بس كل اللي اعرفه ان انت كنت في الاتجاه الغلط. البنت بتعتذر له على سوء التفاهم اللي كانت فيه. بتقول له خلاص انا مش عايز اموت، عايز اعيش علشان اشوف العداله بتتحقق في البلد بتاعتي. وفي الاخر بقى بتشكره على الدروس الكتير اللي علمها لها. بيرجع بيرل لباقي الشباب وبيلاقيهم متوترين على الاخر. بيقول لهم انتوا شكلكم خلصتوا المهمه بتاعتكم بنجاح. الشباب بيقعدوا يشكروا فيه وفي مساعدته ليهم كمان. بيسالوه عن روز وجوتا فبيعرفهم ان روز اتصابت وجوتا جه وخدها علشان يعالجها. لوشيا بقى بتطلب خيول جديده بدل اللي ماتت ترجع الامير والاميره لبلادهم. بترجع هي وباقي الفريق على صاله التدريب. بيرل بيقول لها هتعوضوا الناس اللي اراضيها باظت دي. لوشيا بتقول له فعلا احنا عوضناهم اصلا. هنا بقى بيدخل عليهم واحد من الحراس ومعاه رساله من القصر الملكي، بيطلبوا من لوشيا انها تحضر اجتماع الملك هي وبيرل. بيرل بيقول لها لا اعفين انا من الموضوع ده. كورن بتقول له لو ما رحتش دي فيها عقوبه جامده وممكن توصل للاعدام. صاحبنا بيضطر ان هو يروح. اول ما بيروح هناك بيبقى مستغرب كل اللي موجودين، ازاي انا قاعد مع كل الناس المهمه دي. الملك بيدخل وبيشكره على مساعدته البنت وحمايته ليها، كمان بيطلب منه يبقى الحارس الشخصي لبنته بعد الجواز. لوشيا بتقول له مش هينفع والله، ده معلم المدينه الاول وكمان ما نقدرش نستغنى عنه خالص. كل ده وبيرل قاعد مصدوم من اللي بيحصل اصلا. ومين لوشيا دي علشان ترد على الملك كده؟ الملك بيقول لها خلاص ما دام مش هيجي يبقى نديله سام المبارزه، انا سمعت كتير عن قوتك وقدراتك في المبارزه. فعلا بيديله الوسام وبيرجع بيرل بيته وهو طاير من الفرحه. ده الملك بنفسه اعترف بيه ان هو معلم المبارزه الاول. ميوي بتقول له ده لقب كبير قوي وانت تستحقه. على طول بقى بيرل بيبعت الوسام اللي خده من الملك لابوه علشان يعرفه باللي ابنه وصل له، وكمان بيبعت معاه رساله صغيره مكتوب فيها ان حياته بقت احسن من زمان وبقى مشهور زي ما كان ابوه
ابوه بيتمنى. الملك بنفسه اعترف بيه ان هو معلم المبارزة الاول في المدينة. ولحد هنا بينتهي الانمي بتاعنا يا صاحبي. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وكمان عايزك تكتب لي رأيك في الكومنتات، واقدر اقول لك دلوقتي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.